بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندخل يا جماعة في الموضوع على طول. طبعا كنا شفنا الفيديو بتاع أو الأستاذ عمرو أديب على الهوا مع متصل من أمريكا مصري عايش هناك، جايب بيانات إن والدة الشيخ حازم أمريكانية ومتسجلة على موقع لوس أنجلوس فوت وكده يعني. طيب، جميل جدا. احنا هناخدها واحدة واحدة. هندخل جوجل الأول، بس هنشوف الموقع ده فين. آه، لوس أنجلوس فوت. هو في مواقع كتير جدا هتاخدنا في الآخر إلى الصفحة اللي احنا عايزينها، اللي هي ايه؟ لوس أنجلوس كاونتي، مقاطعة لوس أنجلوس ريجستر ريكوردر، اللي هو كاونتي كليرك. اول حاجه الفوتر ريجستريشن. لو انا عايز اسجل نفسي، الفوتر ريجستريشن ستاتس اللي هي حالتي بالنسبه للانتخاب، هل انا متسجل ولا لا. ندخل نشوف. طبعا نتاكد بس ان الصفحه اللي فتحناها ديت دلوقتي هي نفس الصفحه اللي المتصل بالاستاذ عمرو اديب فتحها. هنا طبعا بيمليه البيانات. هنجربها دلوقتي حالا. بالنسبة لموضوع البيانات دي صح ولا لأ، بالنسبة في موقع بيبل فايندرز، كانت جريدة اليوم السابع نشرت الموضوع ده، وقالت إن هو موجود. أستاذة نوال أحمد نور، مواليد 3/11/1946. طبعا البيانات دي صحيحة بالفعل، وقالها الشيخ حازم في الفيديو. دخل البيانات هنا. بالنسبة للهاوس نمبر، طبعا انا بصراحة معرفوش، بس هو الشخص في الفيديو قال 844، والزيب كود 90,403. هنعمل سيرش. هيقول لنا هنا بالفعل هي مسجلة، ان هي لها حق الانتخاب، وفي تذكير بان في انتخابات في 5 جون 2012، انتخابات ابتدائية للرئاسة. طيب، كده هل هي أمريكانية؟ طب نشوف بقى. هل يحق لها الانتخاب ولا لأ؟ طبعا الشيخ حازم كان وضح قبل كده ان والدته تحمل فقط الجرين كارد، اللي هو حق الإقامة أو البيرمننت ريزيدنت كارد، عشان هي عايشة هناك كتير عشان السفر وكده، فتاخد شهادة معينة بحيث ان هي تعرف تسافر بسهولة وكده. في موقع اللي هو اللو اوفيسز اوف كلارك. بالنسبة للأمريكان إيميجريشن لو سنتر، بالنسبة للقانون بتاع المهاجرين، في البيرمننت ريسيدنت كارد. هنا بقى بيقول ايه بقى في الفوتينج، في الترشيح بيقول as a permanent resident you can only vote in local and state elections that don't require you to be a USA citizen. يعني تقدر تنتخب في الانتخابات المحلية لو انت معاك الجرين كارد اللي هي البيرمننت ريزيدنت كارد، اللي هي يعني مش شرط ان انت تكون امريكي. It's very important that you don't vote in national, state or local elections that requires a vote to be. ما ينفعش في الانتخابات اللي هي على مستوى الدولة كلها، الولايات المتحدة كلها، ما ينفعش ان انت تنتخب. طيب جميل. لو رجعنا هنا، هو بيقول ان هي انتخابات رئاسة. اولا هي قاعدة بيانات واحدة بس، فممكن يكون في خطأ وارد. تاني حاجة بالنسبة للانتخابات، هنا قلنا ان هي ليها حق الانتخاب المحلي. لو الانتخابات الرئاسية في امريكا مش زي عندنا هنا مثلا على مستوى الدولة مرة واحدة، لا، ده تبدأ انتخابات محلية على مستوى الولايات، اللي هي الانتخابات الاولية اللي هي مكتوبة هنا في الصفحة بالفعل. تمام. وبعدين بتصفي حزبي، وبعدين على مستوى الدولة ده مش مالناش دخل بيه. فهي حتى لو ليها حق الانتخاب مفيش اي مشكلة، لان القانون يكفل لها ذلك على اساس ان هي اخذة الجرين كارد. نرجع تاني للصفحة اللي احنا دخلناها في الاول. هنا الصفحة الرئيسية بتاعت الكاونتي كليرك. في الفوتر ريجستريشن. الفوتر ريجستريشن ده يعني عبارة عن وثيقة ان انا ممكن اقدر اسجل نفسي من على النت.
بصراحة بعد ما مشيت معاها هنا، هي هنا بيقول to download a voter registration form you can download a voter registration form in English or Spanish by visiting كذا كذا كذا. ال URL ده لما ندخل عليه هنلاقي ان احنا اساسا ممكن نقدم على تسجيل voter registration form، نقدم على تسجيل من خلال الانترنت، وبيتم مراجعته وكده. بصراحة بعد ما مشيت معاها الخطوات هتاخد 10 دقايق او كده، فمفيش داعي ان احنا نعملها. الخطوات ديت بعد ما نعملها بياخد البيانات ديت ك داتا، بيعمل لها بروسيسنج في خلال 10 ايام، والموظفين بيتاكدوا هل البيانات ديت صحيحه ولا لا، وبعد كده بيضيفوها للداتابيز اللي احنا جبنا منه بيانات والدة الشيخ حازم انها ليها حق الانتخاب. فممكن يكون في حد ضاف والدة الشيخ حازم بالبيانات ديت، الله اعلم، ما نعرفش، بس هنستبعد ده وان هي مضافة بالفعل. وحتى لو مضافة بالفعل فهي لها حق الانتخاب، والقانون يكفل لها ذلك. as a permanent resident تاني you can only vote in local and state elections that don't require you to be United States citizen. مش شرط انك تكون مواطن امريكي او حامل للجنسية الامريكية عشان تنتخب في هذه الانتخابات المحلية، وبالتالي يرفع الحرج تماما عن والدة الشيخ حازم الله يرحمها. وهنرجع برضو ونقول ان احنا ببساطة تامة نقدر نعرف جنسية والدة الشيخ حازم يا أستاذ عمرو أديب من خلال الخارجية الأمريكية ومن خلال السفارة الأمريكية هنا بتكة ماوس كمبيوتر. الموضوع مش معضلة، مش محتاج ان احنا نقعد ندور على مواقع سواء رسمية او غير رسمية وندور في القانون بتاع الهجرة وكده. ارجو ان يكون الفيديو اضاف لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.